في سؤال اتسالته في الكومنتات عن العيشه في تركيا، بس انا ما لقيتش الكومنت تاني، فخلينا نرد بقى. انا بالنسبه لي انا وفي وجهه نظري انا ان اي مكان في العالم تقدر ان انت تعيش فيه بناء على استعدادك النفسي واستعدادك على التنازلات اللي هتقدمها في المكان ده. ومش شرط ان التنازلات دي تبقى حاجه كارثيه، لا، في تنازلات مثلا بسيطه. يعني في تركيا لو بتدور ان انت هتتغرب عشان تحوش فلوس، الموضوع ده ما بقاش موجود حاليا بشكل كبير. لو انت بتفكر ان انت هتتغرب عشان تبقى مثلا نيجي نقول ايه، تاخد مثلا جنسيه بسهوله بعد فتره معينه، برضو الموضوع ده ما بقاش بنفس السهوله. بس تركيا مثلا المناظر اللي فيها حلوه، مجتمع شرقي قريب مننا شويه. بالنسبه لو انت بتشتغل اونلاين فالانترنت هيكون ممتاز جدا، وهتقعد في مكان، ممكن تقعد في مكان كويس جدا، وفي نفس الوقت الاشتراك بتاعك هيكون معقول بالنسبه لشغلك، والانترنت سريع لو احنا بنتكلم على منطقه شرقيه. فعندك مميزات وعندك عيوب. فانا ما ينفعش ان انا اقول مثلا بشكل عام تركيا مش بلد ان حد يعيش فيها، مصر مش عارف ايه، مش عارف كذا كذا كذا. بلاش ان احنا نبقى ماسكين الشعارات دي، لان كل واحد ليه الطبيعه بتاعته والحياه بتاعته اللي هو هيعيش فيها، وممكن يتناسب معاها وممكن ما يتناسبش. في ناس كتيره جدا جدا جدا، وانا شايف ان مصر ممكن تكون مش مستقره بالنسبه للشباب وطموحهم وغيره. ناس ما شاء الله لامعه في مصر ومعاها فلوس والدنيا تمام وكل حاجه، فهي بتختلف من شخص للتاني. وعشان اختصر على الناس اللي هتشخصن الموضوع وتقول طب انت ليه مش عايش في تركيا دلوقتي والحاجات دي كلها، انا حاليا تركيا مش مناسبه ليا ان انا اعيش فيها بالنسبه لي انا كشخص، مش كبلد او مش كدوله. انما بالنسبه لي تركيا يمكن اللي عشت فيها 14 سنه وقدمت لي حاجات ما كنتش اتخيلها. بس في نفس الوقت الانسان بيدور على الحاجه اللي هو المناسبه ليه والمش مناسبه ليه. فعشان كده لما بتيجي تقول راي ما تعممش الراي،